السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيكون التوست بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنعمله النهاردة بكل سهولة وبساطة. بعد ما تشوفي الطريقة دي اوعدك ان انت مش هتشتري التوست تاني من بره اطلاقا. يلا بينا، قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك كتير وسبسكرايب للقناة. اول حاجة عندي كوباية من الحليب وزنها 200 جرام، 40 جرام من السكر، ما يعادل معلقتين ونص من السكر الأبيض الحبيبات، و10 جرام من الخميرة الفورية اللي هو الباكت ده بيكون وزنه 10 جرام. أنا هنا بقول لكم المقادير بالكوباية وبالجرامات. كمان عندي حبة من البيض بدرجة حرارة المطبخ. هبتدي أقلب المكونات دي مع بعضها بالشكل ده. البيضة هنا اللي استخدمناها بتخلي عجينة التوست بتاعنا طرية جدا وهشة وقطنية، أحلى بكتير من اللي بتشتروه من بره. تمام. كمان بتزود القيمة الغذائية وبيكون قيمته الغذائية عالية جدا. في المرحلة دي ضفت معلقة صغيرة من الخل، وزنها بيكون 6 جرام. تمام كده. قلبتهم مع بعض كويس بالشكل ده. هضيف عليهم 450 جرام من الدقيق، ما يعادل 3 كوبايات وربع بمج الشاي العادي الموجود في كل بيت، ومعاهم رشة بسيطة من الملح وزنها 6 جرام من الملح. تمام كده. قلبت كل المكونات دي وابتديت أعجنهم مع بعض بالشكل ده. في المرحلة دي هشيل المعلقة بتاعتي وهبتدي أعجن بإيدي بالشكل ده. لو عندك عجان تقدري تستخدميه، بس عشان المقدار صغير مش محتاج عجان، فأنا هشتغل بيه على إيدي كده معاكم. بلم العجينة بتاعتي بالشكل ده. هسيب لكم خطوات العجن بالظبط، يعني هحاول على قد ما اقدر ما اشيلكمش اي حاجة من الفيديو علشان تشوفوا العجينة بتاعتنا هيكون شكلها ايه. اخدتها كده معايا على الرخامة، وجبت عندي 40 جرام من المية وهبتدي اعجن بيهم. هبل ايدي كده بالشكل ده وهبدأ اعجن العجينة بتاعتي. انا عايزة العجينة تكون ناعمة وفيها تلزيقة بسيطة، وده سر من نجاح التوست بتاعنا النهاردة، لان بجد النتيجة رهيبة حرفيا يا جماعة. بفضل اخد بايدي كده من المية واعجن العجينة بتاعتي بالشكل ده. اهم حاجة في اي معجنات هي ان انت تخدمي العجينة بتاعتك كويس جدا علشان تحصلي على نتيجة مرضية. تمام كده. الوصفة سهلة بسيطة، مكوناتها موجودة في كل بيت، يعني بدون تعقيدات وافتكاسات. كلنا عارفين ان التوست بيتباع بأرقام بصراحة يعني مبالغ فيها جدا، مع ان الوصفة بسيطة وسهلة ومش محتاجة اي افتكاسات خالص. هفضل اعجن فيها بنفس الشكل وهخدم فيها بنفس الطريقة. ولو هتستخدمي العجان برضو هتمشي على نفس الخطوات. باخد برضو كمية مية صغيرة كده في ايدي وببتدي برضو اعجن فيها بنفس الشكل، وبلمها وافردها كده بالطريقة دي واخدمها كويس جدا في العجن. ده شكل العجينة بتاعتي بعد لما عجنتها كويس جدا. شايفين بقى ملمس العجينة بتاعتي عامل ازاي؟ ناعمة جدا وفيها تلزيقة بسيطة. في المرحلة دي هنزل ب50 جرام من الزبدة وتكون بدرجة حرارة المطبخ، وهبتدي أعجنهم كده مع العجينة بتاعتي بالشكل ده. طبعا أنا هسيب لكم المقطع ده كامل علشان تشوفوا العجينة ازاي بتكون معانا في المرحلة دي. هتلاقوا العجينة معاكم قطعت جدا، وما تقلقوش خالص كده، انتوا ماشيين على الخطوات بالظبط. بفضل اعجن فيها كده مع الزبدة بتاعتي لحد لما ترجع تلم معايا. هتقطع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين هنا قطعت معايا ازاي؟ بس ما تقلقوش، اول ما تبتدي تختلط كويس مع الزبدة هتبدأ تجمع معايا تاني، وتكون عجينة ناعمة طرية جدا، فيها تلزيقة بسيطة بس مش بتمسك في ايديا. يعني لما هلمها هتشوفوا ان هي مش بتلزق في ايدي، بس في نفس الوقت ملمسها تحفة جدا. بفضل اعجن فيها بالشكل ده، يعني بتعجني فيها عجن مبرح. تمام كده. لحد لما بتبتدي تلم معايا وتجمع بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين ابتدت تجمع معايا واحدة واحدة. كل ما تعجني فيها كل ما تاخدي نتيجة احسن. والخطوة بقى المهمة هي ان انا ابتدي اشيل العجينة وابدأ اخبطها على الرخامة بالشكل ده. والخطوة دي بتخلي التوست بتاعك يطلع هش جدا
وطري ويكون بجد في قمة الروعة والجمال. بفضل كده أشيلها وأهبدها على الرخامة بالشكل ده لحد ما بتديني نتيجة ممتازة حرفيا. هكمل عجن فيها بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها دي لحد لما توصل معايا للشكل والقوام ده. بصوا بقى، تحفة بجد يا جماعة، طرية ناعمة جدا، مش مستحملة. تحسوا ان العجينة ما شاء الله دايبة في ايديا. زي ما قلت لكم دي اهم الخطوات، ان انت تعجني العجينة كويس جدا. وبكده العجينة بتاعتي بقت جاهزة معايا. هحطها عندي في بولة او في طبق تخمير، وهغطيها وهدهن وشها كده دهنة بسيطة كده من الزيت علشان ما تعملش معايا قشرة، لان طبعا الجو برد جدا. هغطيها واسيبها حوالي نص ساعة لحد لما تختمر معايا ونشوف شكلها. وهنا بعد ما عدى حوالي نص ساعة، طبعا عشان تاخدي نتيجة مضمونة بتحطي العجينة بتاعتك في مكان دافي علشان تختمر معاكي بسرعة جدا، لان الجو برد الايام دي. بعد ما خرجت الهواء من العجينة بتاعتي، ابتديت اخدها عندي على الرخامة وافردها كده بالمردنة بتاعتي او بالنشابة بالشكل ده. بفردها كده على شكل مستطيل على قدر الامكان، يعني مش بالضروري تكون معايا بيرفكت قوي، بس بتكون بالشكل ده. باجي على طرف العجينة بتاعتي وببتدي ألفها رول كده بالشكل ده، وأضغط اللفة بتاعتي أو الرول اللي أنا بعمله، بضغطها في بعضها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبحاول أجمع الأطراف من الجناب كده علشان تكون معايا بالشكل ده، وأضغطها وابتدي أقفل طرف العجينة كويس جدا. وبأكد عليكي لازم تقفلي كويس على قدر الإمكان علشان التوست بتاعنا ما يفكش معانا لما يدخل الفرن. تمام كده. جبت بقى عندي قالب، اللي هو قالب الانجليش كيك ده، وابتديت ابطنه كده بمكعب زبدة بالشكل ده. لو ما عندكيش القالب ده، في قوالب فويل بتكون نفس الحجم، بتكون موجودة في محلات التغليف او محلات مستلزمات الحلويات. تمام كده. حطيت الرول بتاعي في قلب القالب بالشكل ده، وببتدي اظبطه على قدر الامكان، وهغطيه واسيبه لحد لما يتخمر معايا مرة تانية. تمام كده. مهم جدا نغطيها بفوطة، ما نحطش استرتش راب في المرحلة دي علشان ما يخرجش معانا الهواء اللي هيدخل او يلزق في العجينة. بعد كده هدخل التوست بتاعي الفرن على درجة حرارة 200. ملحوظة مهمة، ما بدهنش وش التوست وهو داخل الفرن اي حاجة. دخلته على درجة حرارة 200، قعد معايا بالظبط نص ساعة وكان بالشكل ده. أول ما بيخرج معايا بجيب عندي مكعب زبدة وببتدي أدهن وش التوست، بيديني لمعة حلوة جدا وطعم في منتهى الجمال. هتسألوني ليه شق معايا كده من النص؟ لأن سبته اختمر شوية معايا، لأن بنوتي بصراحة كانت تعبانة جدا وبتعيط، دعواتكم ليها بالشفا. فده خلاني ان انا اتأخرت شوية عليه في التخمير، فخرج معايا بالشكل ده. بس عايزة اقول لكم النتيجة اللهم بارك، طرية جدا وتحفة، وبجد في منتهى الروعة والجمال. والريحة مش قادرة اقول لكم، رهيبة حرفيا. غطيته هنا بفوطة مطبخ، او ممكن تحطيه في كيس تلاجة وتسيبيه لحد تاني يوم، وبعد كده تبتدي تقطعيه. اوعي تعملوا زي انا غلطت وقطعت التوست بتاعي قبل ما يعدي عليه ليلة كاملة. انا بصراحة ما استنتش، يدوب عدى عليه ساعة بالظبط او ساعة ونص وقطعته على طول بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الجمال ده، بجد تحفة، يعني مش قادرة اوصف لكم جماله قد ايه، طري جدا. زي ما بقول لكم لازم تسيبوا التوست ليلة كاملة في التلاجة علشان ما يفرفتش معاكم او يعمل فتافيت كتير كده بالشكل ده وانتوا بتقطعوه. اوعوا تغلطوا الغلطة دي. بس والله يعني الطعم حلو قوي، مقصرش معايا قوي، يدوب بس الفتافيت دي وانا بقطع بس علشان انا ما سبتوش ياخد الوقت الكافي. كمان لو لاحظتوا ان الخط اللي كان في النص فارق معايا رجع تاني على بعضه بعد لما سبته ارتاح تماما، وطلع معايا بالشكل والجمال ده. شايفين بقى الطراوة؟ بجد يا جماعة هش جدا وقطني وفي منتهى الجمال والروعة. شايفين قد ايه قطني، وكمان مستوي معايا سوا مظبوط، كله سوا واحد واخد معايا لون تحفة جدا. شايفين بقى الطراوة؟
اللهم بارك، مفيش أحلى ولا أبسط من كده. أهم حاجة خطوات العجن اللي قلت لكم عليها التزموا بيها، هتطلعوا أنجح وصفة توست على الإطلاق. بجد تحفة جدا، والريحة والطعم في منتهى الروعة والجمال. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص وتكون وصفتنا خلصت. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام عليكم.